لأعلى جودة، استخدمي أرز وايت سوان للطهي. سيضيف الليمون والتمر الهندي حموضة مميزة لوصفة محشي الملفوف التقليدية هذه. لهذه الوصفة ستحتاجين كوبين من أرز وايت سوان مغسول ومنقوع، إضافة إلى المقادير التالية. ابدأي بتحضير الحشوة. امزجي أرز وايت سوان والطماطم الطازجة والبصل، تبلي بالملح والبهارات المشكلة وامزجيهم جيداً. قومي بقص دائرة حول مركز ورق الملفوف وأزيليه. في قدر كبير دعي الماء يصل لدرجة الغليان. تبلي الماء بإضافة الملح واغمري الملفوف في الماء الساخن بوضع الفجوة للأسفل واتركيه يغلي لمدة دقيقة واحدة تقريباً. اقلبيه. افصلي الأوراق عن بعضها بالشوكة وأبقيهم في الماء الساخن لعدة ثواني أخرى حتى تلين. كوني حذرة من أن لا تقومي بطهيهم بإفراط. أخرجي أوراق الملفوف من القدر وضعيهم في مصفاة. حالما تبرد، اقطعي الجزء القاسي من الجذع في الأوراق المطبوخة واقسمي الأوراق الكبيرة إلى نصفين. وزعي الأوراق على سطح نظيف. وضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل ورقة. أطوي الجوانب الخارجية وقومي بلف الورقة حتى تشكلي لفائف مرتبة. كرري الطريقة نفسها لكل ورق الملفوف. في قدر كبير وعميق، أضيفي القليل من الزيت، ثم رتبي طبقة من شرائح البطاطا والطماطم والبصل. رتبي اللفائف بطريقة دائرية فوق طبقة الخضروات. بعد ذلك ضعي طبق مقاوم للحرارة فوق المكونات واضغطيه للأسفل بقوة. في وعاء منفصل امزجي معجون الطماطم، الماء، زيت الزيتون، عصير ليمونتين، التمر الهندي المنقوع، وملعقة صغيرة من الملح. إذا تم استواء الملفوف نص استواء، يتم إضافة الخليط. اتركيه ليطهو على حرارة خفيفة. حالما ينضج الأرز ويتسبك جيداً، يحضر طبق لمحشي الملفوف ويصف به ويزين. طبق محشي الملفوف الشهي أصبح الآن جاهزاً لتستمتعوا بلذته. مع وايت سوان مائدتك ألوان. للمزيد من الوصفات الشهية تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.